+1 46 88 1620 أو إيميل susan@صوتالغد.com.au. انتوا برفقة صوت الغد، تحية كتير كبيرة لكم وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا. أفادت المعلومات إلى أنه عدد الوفيات جراء كوفيد-19 بمراكز المسنين بنيو ساوث ويلز ازداد بنحو 60% خلال الأسابيع الأربعة الماضية. ومن ناحية تانية أيضا علم اليوم أنه هيئة السلع العلاجية سحبت 4 أنواع من فحوص كوفيد السريعة، نظرا أنها مش عم تقدر تشخص الإصابة بالمتحورات الجديدة BA4 و BA5. حول كوفيد-19 ومخاطره يدور هذا الحوار مع أخصائي الجهاز الهضمي والناظور أستاذ كلية الطب بجامعة نيو ساوث ويلز الدكتور أحمد الرباعي. صباح النور لك دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير سوزان ليتشوري مستمعيكم. دكتور، بداية اسمح لي أني أشكرك على وقتك الثمين معنا لليوم، ونبدأ بحوارنا. ينتشر متحور أوميكرون جديد بسرعة وعم بيشكل ضغط كتير كبير على النظام الصحي والمستشفيات الأسترالية، وخاصة اليوم عم ينحكى عن مستشفى إسبريتش بولاية كوينزلاند. أدى ذلك إلى تحرك طبعا السلطات الصحية. لماذا نرى هالانتشار الواسع دكتور للفيروس، وليه اليوم عم نشهد كمان ارتفاع متزايد بالوفيات، علما أنه نسب التلقيح عالية جدا؟ نعم، شكرا جزيلا. احنا إذا تذكرون في مقابلاتنا السابقة وانعكاسا لموقف المراكز العلمية المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا وفي أستراليا، كنا نعيد تكرار حقيقة أنه هناك قانون للجائحة يتحكم بسلوك الفيروس أكثر من المراكز العلمية أو قدرة البشر، وهذا القانون يتعلق بحدوث الطفرات المتكررة في أي فيروس، وفيروس الكورونا أحدها، يعني خاصة النوع اللي هو ينتمي اللي نسميه RNA فيروس الزير. ومع ظهور هاي الطفرات راح نتوقع ظهور متحورات أو متحورات فرعية جديدة. هذا القانون راح يظل فاعل ما دامت أكو هناك أعداد كبيرة من الإصابات، وهذا المقصود به ليست بالضرورة في أستراليا فقط، وإنما أي أعداد كبيرة في أي بلد من البلدان ممكن تمهد لظهور متحور أو متحور فرعي جديد، مثل اللي صار في جنوب أفريقيا بما يتعلق بالأوميكرون، ومثل اللي صار هسه بالهند بظهور متحور فرعي جديد من الأوميكرون بدأ يكتسح الهند، وحاليا يعتقد هو المتحور الفرعي. فظهور متحورات فرعية أمر متوقع وطبيعي، ولا يتعلق بمصداقية الحقائق العلمية الطبية اللي مراكز العلمية تكررها باستمرار، ولا أيضا يتعلق بقدرة اللقاحات. هاي القدرة على اللقاحات تتعلق بالمتحور السائد في وقت ظهور اللقاحات. اللقاحات ظهرت بالأساس على نسخة ووهان، النسخة الأصلية للفيروس، وشملت أيضا دلتا. بعد دلتا ظهر واقع جديد اللي هو واقع طغيان الأوميكرون، اللي عدد طفراته كبيرة وتخليه أقل يعني تعرضا لتأثير الفاكسين، وبالتالي الفاكسينات المتداولة إلى حد الآن لا زالت غير كافية لتغطية كل المتحورات الفرعية الجديدة اللي ظهرت لأوميكرون. فالجرعة الأولى والثانية قاصرة في منع الحالات الخطرة إلى حد كلش كبير، راح تمنعها بنسبة من النسب، بس مو تمنعها بالنسبة العالية جدا، ومنها اجت ضرورة. فإذن فعالية اللقاحات منا 100%، يعني ممكن أن تكون إلى نسب أقل من النسب اللي كانت قبل؟ بالتأكيد عزيزتي، اللقاحات مثل أي عقار لا يمكن أن تكون فعاليتها 100%، يعني دائما أكو هناك فعالية للدواء أو العقار أو الفاكسين، يعني فدائما أكو هناك نسبة أقل من 100%. كنا نحكي عن نسبة أعلى من 90% فيما يتعلق بالجرعة الثانية، اكتمال الجرعة الثانية في متحورات سبقة الدلتا. نحكي عن السنة الماضية
بالسنة الجديدة الأوميكرون نزلت هاي الفعالية، وكنا نحكي عن نسبة ما تتجاوز 80% في الكثير من الحالات، ولهذا جت ضرورة الجرعة الثالثة. أعيد وكرر أنه اللقاح يعتمد على المتحور أو المتحور الفرعي الطاغي، ومنتظر متحورات جديدة بها أعداد كبيرة من الطفرات. تركيب الفيروس راح يختلف، والجسم يبدي ما يتعرف عليه مثل وهيدا التحدي الجديد اللي عم بيواجهوه بقطاع الصحة دكتور. طب هن ما كانوا عارفين انه رح يكون في مخاطر لهالمتحورات الجديدة؟ لا، أنا أعتقد يعني بالنسبة للأوساط الطبية والمراكز العلمية تعرف هاي الحقيقة، بس من الصعب التنبؤ بنوع المتحور أو المتحور الفرعي اللي راح يظهر، لأن هذا يعتمد على سلوك الفيروس. أنا معك دكتور، بس إذا بتتذكر بحوار سابق قلت لنا دكتور إنه المتحورات راح تكون أخف وطأة. طب أوكي، أخف وطأة، بس الانتشار كتير واسع، واليوم أوميكرون عامل حالة هلع. نعم، احنا كنا في بداية ظهور الأوميكرون نحكي عن متحور أخف وطأة في التسبب بالحالات الخطرة، بس كنا نحكي أيضا عن قدرة عالية جدا على الانتشار، ومن يزداد عدد حالات الإصابة بضمنها الحالات الخطرة راح يزداد بسبب كثرة الحالات هنا، مو بسبب شدة الفيروس، شدة خطورة الفيروس. فهذا أمر متوقع. خليني أقول لك أنا، رغم الحديث عن تزايد الوفيات، بس هذا التزايد لا يتناسب على الإطلاق مع تزايد عدد الحالات الموجودة. يعني المنحنى المتعلق بزيادة الوفيات إذا تقارنيه بمنحنى زيادة الحالات راح يكون الفرق هائل وكبير جدا، وكنا يمكن أن نشهد حالات وفيات أكبر بكثير لولا نسبة التلقيح العالية بالإضافة إلى نسبة الإصابات اللي موجودة. فأنا أقول الوفيات على تزايدها الحالي ما تتناسب ويا تزايد الحالات، لأن احنا عمليا رجعنا إلى عدد من الحالات يشبه الحالات اللي ظهرت بداية السنة إلى جانيوري. يعني حاليا استراليا هي البلد الخامس من ناحية كثرة عدد حالات الإصابة والوفيات كمان دكتور، لأنه أعدادها كتير كبيرة. ما كنا عم نشهد الأعداد سابقا. لا، يعني احنا يعني كنا نعتقد لأن احنا تقدرين تقيسين على عدد الحالات من بداية السنة إلى بداية هذا الشهر أكثر من 8 ملايين إصابة. يعني 8 ملايين إصابة صارت عندنا بالكورونا. فعلا. هاي 8 ملايين أكيدا عدد الوفيات راح يكون أكثر مما لو كان عندنا الإصابة تشمل 3 ملايين. نعم. دكتور، بس كمان في تلكؤ، وفي كتير ناس ما عم بيحصلوا على الجرعة الثالثة التنشيطية للقاح المضاد، وهلأ صار في جرعة رابعة، وعم بينحكى كمان أنه ممكن يكون في جرعة خامسة لاحقا. ماذا تقول لهم؟ أنا أعتقد هذا التلكؤ جاي من طرف الكوميونتي أكثر مما هو في توفير الجرعات. أكو حاليا فائض في وفرة اللقاحات الموجودة من جميع الأنواع حاليا، وأكو زيادة عدد من عدها، يعني للحد اللي استراليا قاعد تتبرع بعضها إلى بلدان أخرى. يعني فمن ناحية توفره ومن ناحية مخارجه والعيادات موجودة، بس التلكؤ قاعد يجي بالتردد من قبل المواطنين. وأنا أعزو هذا أساسا إلى حالة الاسترخاء اللي طغت مع رفع جميع القيود ومع الحديث عن انتهاء الجائحة، رغم أنه إحنا الجائحة بانتهائها تحولت إلى مستوطن، مرض مستوطن انديميك، والانديميسيتي ما تعني أنه ما هو كيسات. وبعدين بيها ميزة أنه بين فترة وأخرى مع تحولها إلى مرض مستوطن ممكن يصير عندنا نسميه اوت بريكس، يعني يصير زيادة مثل الزيادة الحالية. فالناس ظلوا مسترخين على أنه إحنا جرعتين كافية والجرعة الثالثة غير ضرورية، بدون أن يدركوا أنه الجرعة الثالثة أصبحت مو جرعة تقوية، أصبحت جرعة أساسية لازمة
لأن بدونها المتحورات الفرعية هاي الجديدة البي اي 4 والبي اي 5 وهذا الأخير بي اي 275 ما يتأثرون بالجرعة. نعم دكتور، هل يجب، يعني حكيت عن القيود، هل يجب أن نشهد إغلاق تنتحكم بالوضع؟ لأنه يقال يعني من كم يوم كان عدد الإصابات بولاية نيو ساوث ويلز أكثر من 15,000، بس السلطات كانت عم تعتقد وعم بتقول أنه العدد أكثر من هيك، وممكن أنه يكون مضاعف لأنه في كتير ناس ما عم بيسجلوا أنه هن مصابين بالفيروس. صحيح. كيف تعلق على لازم يكون في عنا إغلاق لفترة لحتى الأرقام تقل، ولا مش بحاجة اليوم لإغلاق؟ يعني بس خلي أذكر أنه الأرقام المعلنة اللي نسمعها أرقام ما تمثل إلا جزء من الأرقام الحقيقية الموجودة لأسباب عديدة، من بينها أنه البعض لا يجري الفحص لأن أعراضه طفيفة جدا، البعض الآخر ما عنده أعراض أصلا هو مصاب، وإحنا نعرف هاي بالنسبة للأوميكرون. والسبب الآخر أنه الكثيرين يجري الفحص السريع بالبيت وما يبلغ عنه لأسباب عديدة يعني يطلع شلون. فالأعداد اللي موجودة حاليا أكو هناك أضعاف، ليس ضعف واحد، أضعاف إلها واقعا موجودة. الإغلاق ما عاد هو فد إجراء يعني اكو هناك ترويج الى او اكو هناك استيعاب الى، واعتقد هذا راح يكون نوع من الاكستريم بالتعامل ويا الطور الحالي ويا هذا الاوت بريك اللي موجود. بس انا اعتقد اجراءات من نوع الزاميه الكمامات والاستعمال النظامي للكمامات لابد أن تتحقق، والجسم الطبي يدعم هاي. نرجع الكمامة بالأماكن المغلقة. بالأماكن المغلقة، نحكي عن الأماكن المغلقة نسبة فعاليتها أكثر من 80% في منع الانتشار حتى مع عدم وجود التباعد. لماذا الحكومة إذا كانت تدري الحكومة، واليوم التوصيات من قبل رئيس دائرة الصحة بكل الولايات مش بس بولاية أستراليا، أنه بليز لو سمحتوا نصيحتنا الأولية لكم إنكم تلبسوا الكمامة بالأماكن المغلقة وحيث لا يمكن ممارسة التباعد الاجتماعي. إذا كانت النصيحة هيك دكتور، لماذا لم نتطرق إلى إلزامية الكمامة؟ يعني واقعا هذا السؤال يوجه إلى الجهات الصحية المسؤولة عن إدارة يعني التعامل مع الجائحة أكثر مما يوجه إلي أو للجسم الطبي، باعتبار يعني الIMA Australian Medical Association تدعم بقوة إلزامية الماسكات، مو بس المسؤولين الصحيين وإنما. فهذا السؤال أعتقد يوجه، ولابد من أن يعني لابد أن يتم الضغط باتجاه فرضه إحنا، بس على الأقل إحنا من نجي على الالتزام الذاتي خلينا إحنا نلتزم قبل أن يصبح إلزامي، خلينا نلتزم لسلامتنا وسلامة عائلتنا. بس عم نشهد يعني بالشوبينج سنترز إنه في كتير أشخاص عم بيلبسوا الكمامة، معناها إنه في إصغاء لهذه النصائح. وفي كمان مخاوف من كوفيد، لأنه في ناس أصيبوا بكوفيد وبيعرفوا مخاطره دكتور، ما بدهم ينصابوا مرة أخرى. هل صحيح دكتور، قبل ما أسألك إذا كان الإنسان منا بيقدر ينصاب مجددا إذا كان مصاب قبل بشهر، في مستمع عم بيسأل إذا كان المتحور دكتور يسبق التطعيم، شو فايدة التطعيم إذن؟ بتصور أنه أجبت عليه بطريقة غير مباشرة قبل شوي، بس يا ريت نعيد الإجابة. احنا خلينا نتفق مع اتفاقنا على أنه الجرعتين الأولى والثانية غير كافية في منع الحالات الخطرة، بس هي تمنع حالات خطرة. نسبة المنع راح تكون أقل بكثير في التعامل مع المتحورات الفرعية الجديدة للأوميكرون بسبب اختلافها. فاحنا في كل الاحوال لابد اكو هناك فائده، بس هاي الفائده بدل ما تكون 95% في منع الحالات الخطره ممكن تتحدر الى 70%، وهي نسبه ايضا لا زالت جيده بس غير كافيه، خاصة بالنسبة للأشخاص اللي عندهم عوامل خطورة. فإحنا في كل الأحوال اللقاح راح يفيد، بس ربما فائدته ما تكون نسبة عالية من ناحية مجموع المجتمع إلى على مستوى الأفراد أكو هناك نسبة جيدة. ولهذا التوجه للتلقيح خاصة
مع فصل الشتاء الحالي ومع زيادة احتمال الإصابة من خلال الجرعة الرابعة أيضا يصبح أمر ضروري جدا. هل صحيح دكتور أنه الشخص المصاب بكوفيد 19 يمكن التقاط الفيروس مجددا بعد شهر فقط من التعافي؟ بالتأكيد هذا هو انعكاس للاختلاف اللي طرأ على المتحورات الفرعية الأخيرة اللي هي البي اي 4 والبي اي 5، خصوصا بي اي 5. البي اي 5 هو أكثر أهمية وخطورة من البي اي 4، وهسه هذا المتحور الجديد لازلنا نجهل الكثير عن قضاياه اللي هو بي اي 275 السانتورس اللي ظهر واجانا من الهند، واللي عندنا في نيوساوث حاليا عدد من الإصابات اللي موجودة. هاي اختلافها الكبير من ناحية عدد الطفرات وتركيب الفيروس يخليها تفلت من جهاز المناعة، لأن جهاز المناعة يريد يتعرف عليه، فذاكرته يتذكر بس المتحورات السابقة. المتحورات الجديدة اختلفت، شكلها اختلف، بعد الجسم من يتعرض لها ما راح يتعرف عليها وينتج الأجسام المضادة. فلهذا ربما بعد 4 أسابيع من الأجسام المضادة المتوفرة غير كافية في مواجهة المتحورات الفرعية الجديدة، ولهذا الإصابة ممكن تصير بعد 4 أسابيع. إذا ظهرت أعراض لابد من إجراء الفحص، وإذا كان الفحص موجب لابد من العزل ولابد من الإجراءات كلها المحيطة بالإصابة. دكتور أنا مني طبيبة، بس بسمع منكم وأكتسب الخبرة منكم. يقولون أنه الأولاد مناعتهم عالية، ممكن أنهم ينصابوا وما يبين عليهم عوارض كوفيد 19 أبدا. هل تنصح دكتور أنه يعني أولادنا يلبسوا الكمامة بالمدارس، لأنه بيقولوا أنه أكتر شيء بتنتقل الأمراض بالمدارس وبينقلوها على البيت صحيح. لا هذا يعني كلام جدا صحيح. يعني رغم صعوبة إلزام الأطفال وطلاب المدارس به، بس أي قدر من الالتزام بالكمامات راح يقلل، مو بالضرورة يمنع بالمطلق، راح يقلل من احتمال الإصابة، بالتالي من احتمال انتشاره. وبالمناسبة في فيكتوريا أكو هناك حديث عن العودة إلى إلزامية الكمامات في المدارس. اكو اجراءات في فيكتوريا حاليا العوده لها، لان هاي تاكد انه فائدتها مهمه، خاصه من قد تفضلتي وذكرتي انه الاعراض يجوز تكون غير ظاهره على الطفل مثل ما تظهر على المسنين او الكبار. ليه نحن بنيو ساوث ويلز دكتور دايما نتحرك بالاخر؟ يعني لما بتكبر المشكله كتير هاي طبعا صعب الحكم عليه عزيزي. طبعا بيقلنا رئيس حكومة نيو ساوث ويلز انه يجب خفض كمان مدة العزل الذاتي بعد الإصابة او حذفها. شو رأيك؟ والله شوف، هي الولايات تتباين من ناحية إجراءاتها. في وقت من الأوقات كانت نيو ساوث ويلز برو اكتف في العديد من المسائل، خاصة وقت الإغلاقات وغيرها يعني. بس بعد هي تتفاوت الولايات باختلاف حكوماتها ووجهة نظر كل حكومة. بس احنا اللي يهمنا بالأساس، سواء من خلال مقابلتكم أو من خلال التوعية الصحية، أن نوجه باتجاه كل الإجراءات اللي من شأنها أن تمنع هذا الانتشار. يعني هاي القضية بغض النظر عن الموقف الرسمي من الموضوع. وأنا نصيحتي أن ما نعتمد بس على الموقف الرسمي، يعني خطورة الإصابة بس ما نشوفها بس من خلال إجراءات الحكومة، لازم نشوفها من خلال الحقائق الطبية اللي إحنا كأطباء وكمراكز علمية مختلفة نحاول نوضحها للكوميونيتي. دكتور، هل أدوية الأنتي فايرو مفيدة، ومتى يجب أن توصف من قبل الطبيب للمريض؟ نعم بالتأكيد. احنا هذا السؤال انا متاكد يتعلق بالادويه اللي تؤخذ عن طريق الفم على شكل حبوب او كبسول، لان ادويه الكوفيد 19 اللي متوفره في الغالبيه العظمى من عندها باختلاف عوائلها كانت هي ادويه تقدم عن طريق الوريد في المستشفيات، مما يحدد الاكسس لها. مع ظهور الحبوب والكبسول، الادويه اللي على شكل حبوب او كبسول السنه الماضيه، انفتحت آفاق عديدة للاستفادة من هاي الأدوية حتى بالنسبة إلى المجتمع بشكل عام.
فهناك حاليا اكو دوائين من الادويه اللي تؤخذ عن طريق الفم اثبتت فعاليتها في منع تحول الحالات البسيطه والمتوسطه الى حالات خطره. يعني الاول الباكسلوفيد اللي هو الاكثر انتشار، رغم ان اللي ظهر بعدين هو هذا نسبته حوالي 80 الى 88% في منع الحالات البسيطه او المتوسطه من التحول الى حالات خطر، وبالتالي تقليل الوفيات ودخول المستشفى وغيره. الثاني اللي هو مولنوبيرافير ايضا فعال، هو ظهر بالبدايه بس هذا فعاليته اقل شويه، يعني يحكى عن 50% في منع هذا التحول. هاي متاحه لكل المصابين بالحالات البسيطه أو المتوسطة اللي عندهم عوامل خطورة أخرى، مثل عامل العمر، يعني عامل العمر فوق متوفر. يعني الأطباء اليوم عم بيكتبوا، عم بيوصفوا هذا الدواء بشكل أوسع من السابق. مفتوح طبعا، مفتوح، مجرد مراجعة لي الطبيب العائلة كافية أن واحد يحصل من خلالها على هذا الدواء رغم غلاء، وهو راح يكون بالسعر المدعوم، يعني نعم. سعر في متناول نعم. الجميع. بس لازم تتوفر هناك على الأقل عاملين من عوامل الخطورة. يعني بالنسبة للعمر أكثر من 70 ماكو شرط آخر، فوق 50 لابد أكو هذين العاملين. يعني الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة مختلفة، الأشخاص اللي عندهم هبوط بالجهاز المناعي أو يأخذون أدوية تضبط الجهاز المناعي، هاي كلها شروط الطبيب العائلة من السهل أن يتحقق من عندها ويكتبها في وصفة بسيطة المريض يأخذها. بالمناسبة يأخذها لمدة 5 أيام، جرعتين باليوم، وعلى أن يكون استخدامه بالأيام الأولى، يفضل أن يكون الأيام 3 الأولى إلى حد اليوم الخامس حتى تثبت فعالية هذا الدواء في منع الحالات الخطرة. دكتور، في عذرا أنا ما كنت بدي أتطرق لهالموضوع، بس في كتير ناس عم يحكوا عنه. أحد الأصدقاء أصيب بكوفيد 19، بعد إصابته بكوفيد صار في عنده مشكلة بالقلب. واليوم هلأ وصلني كمان سؤال يعني من نفس المنطلق: ما هي صحة تأثير اللقاح على القلب؟ يعني اللقاح ومن ثم الإصابة، وهل فعلا ممكن تأثر على القلب؟ وما هي صحة هذا الكلام، خاصة إذا كان أخذ فايزر أو موديرنا؟ نعم، احنا نعرف موضوع الاصابات القلب واللي يقصد فيه التهاب العضله القلبيه او شغاف القلب، مايوكاردايتس او بيريكاردايتس. هاي احد المضاعفات الجانبيه اللي اقترنت بلقاح فايزر والموديرنا اللي نسميهن mRNA vaccines، اللي جايين من نفس العائله. زين، وهاي يعني اتاكدت وتحققت. بس اللي نعرفه ما يلي: اولا اصابه القلب، العضله القلبيه او الشغاف خلال كوفيد أكثر خطورة بكثير من الإصابة، خطورة أحكي، هاي خطورة أكثر بكثير من الإصابة اللي تجي بسبب الفاكسين، لأن الغالبية العظمى من حالات الإصابة بعد الفاكسين هي حالات بسيطة لا تحتاج حتى دخول مستشفى، الغالبية العظمى. والغالبية العظمى ما تنتهي بدمج ثابت، بضرر وتلف ثابت للقلب، بالوقت اللي في حالة كوفيد، في حالة الفيروس نفسه، الإصابة ممكن تنتهي بعجز بالقلب، عجز مستديم بالقلب. فهاي حقيقة. الحقيقة الثانية أنه دراسة نشرتها TGA هنا عندنا أكثر من 1.25 مليون جرعة من الجرع في فايزر وموديرنا، نسبة إصابة القلب في الجرعة الثالثة أقل منها في الجرعة الثانية والأولى، النسبة مالتها. نعم. فهذا التخوف أعتقد ما عاد إلى أساس، خاصة إذا عرفنا أن هاي الإصابة قابلة للعلاج، أحيانا العلاج جدا بسيط وما تنتهي بدمج ثابت، يعني بضرر تلف ثابت للقلب. دكتور، بآخر هذا اللقاء يعني شغلتين بس بدنا نقولهم: إنه فحوص كوفيد السريعة إلى أي مدى فعالة؟ اليوم هيئة السلع العلاجية مثل ما قلت سابقا سحبت 4 أنواع من هذه الفحوص لأنه مش عم تلتقط، يعني لا تكشف الإصابة بالمتحورات الجديدة. ما هي المعلومات اللي عندكم؟ هل فعلا هالفحوص فعالة ولا؟ نعم، احنا من البداية، حتى من بداية ظهورها كنا نعرف انه هاي الفحوصات تتباين في درجة دقتها في كشف الإصابة. طبعا احنا نعرف انه قدرة الرات تيست هي قدرة ضعيفة اذا كان المريض ما عنده اعراض،
بس إذا ظهرت الأعراض تزداد هاي القدرة وما توصل إلى قدرة الPCR، الفحص اللي نحكي عن فحص المسحة الموجود. بتحسب مع بداياتها وقبل أن تتعدد الشركات اللي تنتجها يعني، وتدري أن القضية صارت تجارية، حتى قبل هذا كنا نحذر من أنه بعض أنواع الرات تيست أنواع غير موثوق بها وغير مؤهلة. وأنا أتذكر كل زين بالبداية كنا نروج إلى موضوع العودة إلى موقع الأتاقي أو المواقع الرسمية للحصول على جرد بأسماء الشركات اللي موثقة كونها شركات ستاندرايزد من ناحية استخدامها. فهذا أمر يعني متوقع، ولهذا أنا يعني أنصح بالعودة إلى المواقع الرسمية في التعرف على أي من الفحوصات هي الفحوصات الموثوق بها. شو لازم ينعمل بمراكز رعاية المسنين دكتور اليوم؟ المرض ينتشر بجنون وعم بيصير فيه وفيات كتير كبيرة بصفوف المرضى، وعدد كبير من الموظفين كمان مرضى مش قادرين يشتغلوا. صحيح، يعني واقعا اكو هناك بهذا الموضوع اكو هناك ازمه، يعني مثل ما تفضلتي اكو هناك نقص في العاملين هناك، اما بسبب تعرضهم للاصابه او بسبب يعني قله عدد الموجودين اصلا يعني. واحنا نعرف انه كبر السن هو العامل الاخطر الاكبر من ناحية تحول الحالة إلى حالة خطرة لتعدد، أولا لتقدم العمر، ثانيا لتعدد حالات الإصابة المزمنة. ومنها يجي التأكيد على أنه الموجودين في مراكز المسنين هم لهم الأولوية في الحصول على جرعة تقوية وعلى الجرعة الرابعة. ومنها أيضا يجي موضوع التباعد الاجتماعي، يعني بالوقت اللي ما نقدر نروج إلى تباعد اجتماعي من النوع اللي كنا نحكي عليه 1 in 4 يعني كل 4 سكوير متر، هنا نقدر نحكي عن تباعد اجتماعي مع المسنين، مع الناس المعرضين للإصابات الخطرة. نعم. أنا بدي أشكرك على وقتك الثمين معنا دكتور، يعطيك ألف عافية، على أمل أن نلتقي مجددا بس مع مواضيع غير هيك. غير هيك إن شاء الله. شكرا دكتور. مواضيع أكثر فرحا يعني، خاصة جالية ملت من الحديث عن الكوفيد والكورونا. بالضبط، شكرا جزيلا. شكرا أهلا وسهلا. كان معنا أخصائي الجهاز الهضمي والناظور أستاذ كلية الطب بجامعة نيو ساوث ويلز الدكتور أحمد الرباعي بلقاء مباشر اليوم حول مخاطر كوفيد-19 والمتحورات الجديدة. عودة معكم من جديد بعد قليل مع المزيد من الفقرات، كونوا معنا. منتابع هلأ أنا وياكم